الحمدان ايش قاعد تسوي الحمدان؟ شوف بالله عليك انت ما سجلت والمرمى فاضي بتسجل فيه. منتخب المغرب يلعب بالصف الثالث بالفريق الثالث ما فزنا عليه. يعني اللي يشوف عبد الله الحمدان وعبد الله العمري يدري ان الواسطه اهم من الحظ واهم من الموهبه بعد. واحد متسبب بلنتي والثاني قدام المرمى يعني ما بلنتي خلاص وانت خسران 1-0 تبي تتعادل اقل شيء. تشوت اللي بطريقه فيها كثير من المياعه. وش ذا يعني ما انهزمتوا اليوم جيت قطر؟ يوم دخلت قطر انهزمتوا. والله ما تدري تلوم مين وتخلي مين في المنتخب الضايع ذا. اقسم بالله العظيم مباريات بسيطه يضيعها حتى لو انها مباراه لو انهزمت فيها عادي. بس يا اخي فوز يا اخي. وبكذا نقابل منتخب فلسطين يا اخوان. منتخب فلسطين في ربع النهائي. فالله يكتب لنا الخير ان شاء الله. عبد الله الحمدان اتمنى ما اشوفك في قطر اتمنى. انتهت مباراة السعودية والمغرب فاز علينا 1-0 ولا تفرق ابدا لان احنا متأهلين. بس الشيء اللي يفرق انا بعلمك الان. اتحداك في المباراة. عرفت السعودية وش تبغى من المباراة هذه؟ اتحداك لانه هو لعب 3 قلوب دفاع. بدت المباراة شاف المغرب تراجعوا وهو يفكر انه بيلعب 3 قلوب دفاع بيلعب مرتدات. شافهم متراجعين ورد. تدري وين الغبنة؟ رش عرضيات من المهاجم الوهمي صالح بالشمات. الله عليك يا شيخ. المونديال قرب باقي له 6 شهور والحسنه الوحيده في هذا المدرب العامل النفسي. بس في النهايه الان عرفت قيمه سالم الدوسري لانه من لا شيء يصنع لك شيء. ولو في ناس تطالب بانه يعتزل ولاعب متكبر لاعب شايف نفسه لاعب ما منه فايده في المنتخب. اليوم من الوسط الى الشق الهجومي 4 فرص صنعوها في مباراه عمان والسعوديه. سالم الدوسري لحاله 6 فرص. والله ما اقولها عشان في الهلال لا هذه الحقيقه. ابو حمدان وتبغى زياده في العقد ها؟ عبد الله حمدان انت ايش تاريخك وإيش سويت مع المنتخب ومع النادي حتى تيجي تلعبها بالطريقة هذه وبالرعونة هذه والمنتخب مهزوم 1-0 والمشكلة بلنتي على نهاية المباراة. انت غير انك ضيعت علينا بلنتي يا غبنا. والله يا حمدان لو شتها بطريقة وتبرد الكبت وضاعت نقول مقبولة، لكنك تلعبها بالطريقة هذه والله ما هي مقبولة ابدا. لو لاعب له تاريخ وصولات وجولات العالم بتقوم عليه. فما بالك انت يا حمدان اللي ما عندك ولا اي حاجة ولا اي شيء قدمت حتى تيجي تلعبها بالطريقة هذه. وانت بعدين يا عبد الله حمدان كان المفروض تفكر بنفسك. انت لاعب وراك المستقبل باذن الله. تيجي تشوتها بالطريقه هذه كيف؟ تيجي تشوتها بالطريقه هذه ليش؟ انت ما فكرت بالجمهور ولا رجل الجمهور اي بال؟ انت جيتها بالطريقه هذه وضيعتها. فكرت انا لو ضيعتها الجمهور ايش بيقول لي ايش بيسوي فيني؟ بينما لو شتها بطريقه تبرد الكبد شتها ضربتها ضربه صاحيه حطيتها في زاويه حتى لو ضيعتها ما راح نلومك زي ما بنلومك على الطريقه هذه. والله شيء يغبن. الواحد لازم يكون عنده احساس. والله بلنتي فيه كميه تخاذل لا اله الا الله. شوف يا حبيبي انفعال المدرب هيرفي رينارد على عبد الله الحمدان وعبد الله العمري. شوف قاعد يعاتبه. والله العظيم ما لومه يا جماعه على الكوارث اللي سووها اليوم يعني واستهتار. روح لعبد الله الحمدان هذا اللي مضيع الهدف بسبب الاحترافيه ومسوي فيها زيدان زمانه. اجلده. قال نحن لم نحترم كرة القدم واللي ما يحترم كرة القدم راح يخسر منطقي جدا. اكيد اذا عندك زي عبد الله الحمدان وعبد الله العمري اكيد انك راح تخسر. يعني هذول اكبر مستهترين ممكن تشوفهم بالاخص عبد الله الحمدان. راس جمهور المغرب يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم. ليه يا عبد الله حمدان ليه؟ اهو امسك اهو. الباب كبير الباب 700 متر الباب. ليه يا ميسي ليه؟ هاتوا المغرب هاتوا المغرب يا لهوي 60,000 مشجع سعودي جايين يتفرجوا على المنتخب السعودي وهو بيخسر من المنتخب المغربي الثالث. انت فاكر المغرب جزر القمر يا سعودي؟ فبتقول له تعالى عادي. ده منتخب تصنيفه اعلى من اي منتخب عربي. الراجل ده كان بيجاري منتخبات العالم. لعب في ربع نهائي كاس العالم اسبانيا والبرتغال. ده المغرب حاجه يا سعودي في ايه؟ ميز شويه مش منتخب عادي ده المغرب. يا ظاهره ايه اللي انت بتعمله النهارده يا ظاهره؟ خدت نفس انا قلت ايه؟ زين الدين زيدان بانينكا قدمت لنا واحده طائره في السماء. نتيجه النهارده المغرب في الصداره ب7 نقط ثم المنتخب السعودي ب6. مبروك للمنتخب المغربي وهارد لك للمنتخب السعودي. المغرب والسعوديه صعدوا الى الدور القادم. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا. والسلام.